بيقولك امشي في جنازة ولا تمشيش في جوازة. تخيل كده إن عندك صاحبة جميلة وذكية وعندك صاحب ابن ناس، وتيجي في دماغك فكرة تخرب البيوت وتقول لنفسك ليه لأ؟ طب ما أعرفهم على بعض في البداية يحبوك قوي ويدعوا لك ويشكروا فيك ليل ونهار ويقولوا فلان كان سبب في المعرفة الحلوة دي. إلهي يبارك له ويبارك له في صحته وفي صحة عياله، ولو ما عندوش عيال يبقى يبارك له في صحة أهله، اللهم آمين. وفجأة يا معلم تلاقي نفسك مش مجرد صديق، لأ ده انت لايف كوتشنج ومحامي وبتاع علاقات، ده غير بقى ان فاتح بيتك اوبن بوفيه عشان خاطر تجمعهم ويتصالحوا. شو هم تقدروا يبيعوا مكان كله؟ أيوه هذا الصور لا تدخل في الفضل كله. كان نفسي ما بقاش فيها حاجه اصلا. وطبعا انت عايز المنظومة تنجح لانك ابتديتها معاهم من الاول، وطبعا مع اول مشكلة كبيرة انت هتحاول بقى تخلع كده بالطريقة عشان خلاص كفاية كده بقى. هي تقول لك انت اللي عرفتني عليه، وهو يقول لك انا ما كنتش اعرف عنها حاجة، انت اللي جبتها لي. ويبتدي بقى موال الدعوات عليك، هم يدعوا وانت تدعي على نفسك من اللي عملته فيه. الله يخرب بيت أمك، إلهي يديلك نصيبك شلة. ولما تسمح لنفسك انك تتدخل ما بينهم، اوعى ثم اوعى انك تحكم عليهم، لان اول ما هيتصالحوا هيقولوا لك انت خراب بيوت، اطلع منها انت بس واحنا هندعوك. اقول لك انا قلت